أمريكا تنقسم من الداخل، إسرائيل تبتز حلفائها، ومضيق هرمز يتحول إلى قنبلة نووية اقتصادية، وحلف الناتو يفضح على الهواء مباشرة. استعدوا، لأن ما تسمعونه الآن سيكتب في كتب التاريخ. دعونا نبدأ من قلب العاصمة الأمريكية واشنطن. الرجل الذي كان يعتبر الصوت الأقوى والأعلى للتيار المحافظ في أمريكا، تاكر كارلسون. هذا الإعلامي الذي خدم الحزب الجمهوري ل35 عاما يخرج اليوم ليفجر قنبلة من العيار الثقيل جدا في مقابلة وصفت بأنها الأخطر مع المذيعة يلدا حكيم على قناة سكاي نيوز. أعلن كارلسون الانشقاق، نعم، الانشقاق الرسمي والكامل عن الحزب الجمهوري وقطع العلاقات مع دونالد ترامب. لماذا الآن قبل أشهر قليلة من الانتخابات النصفية؟ كارلسون قالها صراحة ودون أي مواربة: لا أستطيع دعم حزب يخون الشعب الأمريكي ويضع الأمن القومي الإسرائيلي فوق الأمن القومي الأمريكي. لقد أعلن كارلسون وفاة حركة ماجا، ضحك بسخرية وقال إن هذه الحركة انتهت، لم يعد لها وجود. لماذا؟ لأن سياسات ترامب حولتها من حركة لجعل أمريكا عظيمة إلى حركة لجعل إسرائيل عظيمة مرة أخرى. لكن الأخطر من ذلك هو ما قاله عن ترامب نفسه. كارلسون يؤكد أن دونالد ترامب يعلم يقينا ومقتنع تماما أن إسرائيل هي التهديد الأكبر لإدارته. ترامب يتعرض لابتزاز قذر من إسرائيل لفتح ملفات وتمرير أجندات، حتى تحول الرجل الذي كان يرفع شعار أمريكا أولا إلى أداة طيعة بيد بنيامين نتنياهو. أمريكا اليوم تقاد من الخارج، وأكثر من 80% من الشعب الأمريكي يصرخون: لا نريد حربا مع إيران، لا نريد أن ندفع فاتورة دماء وأموال من أجل إسرائيل. ولكن من يستمع؟ هذا يقودنا إلى النقطة الثانية، وهي نقطة تمس كل مشاهد عربي ومسلم يتابعنا الآن. تاكر كارلسون، الرجل الذي قاد لسنوات حملات إعلامية شرسة ضد الإسلام بعد أحداث 11 من سبتمبر، يقف اليوم ليعتذر ويعترف بخطيئته الكبرى. قال إنه تعرض لعملية غسيل دماغ وتضليل. قيل له وللأمريكيين إن هناك مليار مسلم يعتنقون دين الإسلام ويتبعون النبي محمد، هدفهم الوحيد هو إبادة الأمريكيين. كارلسون يقول اليوم: لقد كنت مخطئا، المشكلة لم تكن يوما في الإسلام أو في المسلمين. كارلسون يربط